ازيكم؟ عايزين تعرفوا عملت ازاي طبق المسقعه اللي انتوا شايفينه دوت؟ حاجه تحفه جدا يا جماعه، طعمه حلو قوي. ومهما نعمل في اكلات برضو بنرجع للاكل بتاعنا المصري. فتعالوا نشوف مع بعض عملنا الاكله دي ازاي بطريقه حلوه وسهله، مش هتاخد مننا 10 دقايق بالظبط على النار. يلا نبدا مع بعض. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. هنجيب معانا بتنجان، انا حطيت عليه حبه ملح علشان خاطر ما يشربش زيت كتير، مقطعه مكعبات كده. الشكل ده بيدي احلى ويبقى شكلها تحفه. وبنجيب فلفل رومي بنقطعه كده دواير برضو، ونفس كلام البطاطس بقطعها مكعبات. وبشرت طماطم انا ما حطيتهاش في الخلاط، انا بشرتها كده على المبشره. هنجيب زيت ونحط فيه البطاطس ونسيبها كده تقرمش وتحمر وتبقى تدي شكل حلو، بس ايدينا فيها عشان ما تتحرقش. هنجهز بقى صينيه نحط فيها معلقه توم ومعلقه هريسه. الهريسه دي بتبقى اختياري، مش بتحبوا الشطه ممكن تزودوا فلفل احمر عادي وتحطوه فيها، بتدي طعم ولون حلو برضه. الفلفل اللي انا كنت مقطعه دواير هننزل بيه في الطاسه دي ونقلبه ونشوحه كويس قوي. طبعا يا جماعه الريحه في اللحظه ديت مش قادره اوصف لكم. بصيت على البطاطس، رجعت بصيت عليها استوت، رحت مطلعاها ونزلت بالطماطم اللي انا بشراها. طبعا لو انتوا حابين تعملوها في الخلاط عادي، بس انا بحب قطع الطماطم فيها. اهم حاجه بقى ان الصوص يكون اكتر من المسقعه نفسها، بيدي طعم حلو قوي. نزلت بمعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كمون كمان، وبس كده. مش هحط اي حاجه تانية، يعني انا ما بحبش احط بهارات كتير في المسقعه، بحب طعمها هي. ما حطيتش اي حاجه تانية خالص. هنقلب بقى كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها ديت. بصينا على البتنجان لقيناه برده استوى، هنطلعه. ما بحبش اغمقه قوي، بحب يكون لونه مصفر شويه. ولقيت كده بصراحه فلفل احمر كده عندي في التلاجة، رحت مقطعاه برده وحطيته في الزيت. اخدت دقيقه واحده بس، انا مش عايزاه يعني يحمر جامد او يستوي جامد، انا عايزاه يبقى مقرمش. شايفين بقى الصلصه هنخليها تتسبك كويس قوي، وبعد ما تتسبك هننزل بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. بجد يا جماعه الاكله ما خدتش 10 دقايق. اللي يعرف بقى يعني ايه كلمه مسقعه يقول لنا معناها ايه في الكومنتات. هنفضل بقى نقلب حلو قوي. بصوا شايفين وهي مكعبات مديه شكل حلو ازاي، احسن ما بتبقى البتنجانيه بتبقى مدوره والبطاطس بتكون صوابع، بحس انها زحمه قوي في الصينيه. لكن كده حاجات صغننه وشكلها حلو في نفس الوقت، وكمان الطعم احلى من الشكل بمراحل يعني. فاتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي وهتعجبكم. هنسيبها بقى كده الحاجات اللي احنا حطيناها، البطاطس والبتنجان والفلفل، ياخدوا شويه من الصلصه والطعم اللي فيها، وبعدين خلصت كده نطفي عليها ونغرف. هتاكلوا يا جماعه بجد احلى طبق مسقعه. هستنى تقولي رايكم في الكومنتات لما تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناه. باي باي.